اهلا وسهلا بيكم في وصفه جديده. انا هند فهمي. النهارده هنعمل مع بعض الملوخيه يا جماعه بالطريقه الصحيحه، زي ما بناكلها في المطاعم، زي ما جدودنا بيعملوها واهالينا بيعملوها، اللي هي طريقه الملوخيه بالمخرطه، مش طريقه الملوخيه بالكبه. بحس ان العرق بيبقى فاصل منها شويه، وبحس ان هي بتبقى لزجه زياده عن اللزوم. افضل حاجه يا جماعه نعملها بالطريقه دي، احنا نجيب الملوخيه نغسلها كويس قوي، ونبدا نقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وناخد الاوراق منها ونبدا نخرطها بالمخرطه. اهم حاجه نخرطها كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه نوصل للقوام ده او الشكل ده من المخرطه، ما بتاخدش وقت كتير، 10 دقايق. طبعا الناس المستعجلين بيبقوا عايزين يعملوها في الكبه او في الخلاط ويزودوا لها ميه، بس بحس ان هي لزجه كده وسايله زياده عن اللزوم. ده كان شكلها بعد ما اتخرطت. هنبدا بقى ان احنا نجهز لها التومه بتاعتها او الشوربه بتاعتها اللي هننزلها فيها. طبعا هشيلها في التلاجة لحد ما نجهز الشوربه بتاعتها عشان لونها ما يغمقش معايا. نجيب معلقه سمنه ونجيب عليها معلقه توم. التوم انا هنا كنت حاطه عليه كزبره وكمون وملح، هنزل بيه وهبدأ اشوحهم مع بعض لحد ما لون التوم يوصل للون الذهبي الغامق سنة. بلاش نحرقها قوي او يبقى لونها بني غامق، عشان ما يخليش الطعم بتاع الملوخيه يبقى فيه مرارة كده، او مش الطعم اللي احنا حابينه. ده كده تخلينا نوصل للطعم الاصلي بتاع زمان، او طعم الملوخيه الكويسه اللي احنا كنا بناكلها بنجيبها من المطاعم. يعني مفيش احسن من الاكل بصراحه البيتي اللي احنا بنعمله بالنفس بتاعنا. هبدا انزل عندها بالشوربه. انا كنت عامله حوالي كيلو الا ربع ملوخيه، فنزلت عليها ب6 مغرف شوربه. طبعا انت هنا بتحطي على حسب الكميه اللي انت عاملاها، بس هي دي الكميه المظبوطه. لو انت حطي بالقليل عشان لما تيجي تحطي الملوخيه حسيتي ان هي محتاجه شوربه تقدري تزودي، لكن ما تحطيش كتير وتيجي تبصي على الملوخيه تلاقيها مثلا خفت مني خالص وبقت خفيفه عامله زي المايه. لا، احنا اهم حاجه ناخد بالنا من منسوب الشوربه. انا هنا كنت عامله شوربه كوارع. بصراحه الملوخيه بشوربه الكوارع بتبقى حاجه تانية خالص. بتدي طعم ومذاق يعني هايل، زي الطعم الملوخيه اللي قلتلكم بناكلها في المطاعم المشهوره. هنبدا بقى نجيب الملوخيه بتاعتنا اللي احنا خلطناها، ونبدا ننزل بيها على الشوربه ونقلبها كويس قوي، ونحاول نفك كل التكتلات اللي فيها دي عشان تدينا القوام المظبوط. وهنجهز لها بقى الطشه اللي هنديها لها من فوق. معلقه سمنه برضو، معلقه تومه، ونبدا بقى ايه نقلب كويس الملوخيه قبل ما ننزل عليها بالطشه. شايفين انا اديتها غلوه، يعني ما سبتهاش لحد ما تغلي قوي. هي اول ما غلي وقفلت عليها النار. ما نغطيش الملوخيه يا جماعه، الملوخيه ما بتتخطاش خالص. انا هنا عملت لها الطشه اهيت اللي هتنزل على الوش بتاعها. هبدا بقى اجيب طواجن واصبها في الطواجن وهي سخنه زي ما هي. قوامها يا جماعه مش تقيل ومش خفيف، قوامها جميل جدا ومش لزجه بقى وبتلزق، والطعم طعم زي طعم الملوخيه بتاعت زمان. وانا هنا حطيت عليها الطشه بتاعتها. الطشه دي تحطيها قبل ما تاكلوا على طول، والملوخيه بتتعمل وبتتاكل على طول، ما بنستناش عليها. الف هنا وشفا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ومتنسوش اللايك ونفعل الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي. الف هنا وشفا ان شاء الله. استناكم ان شاء الله في وصفه جديده.